فيه نوع من الصمت، مش الصمت العادي اللي تتعود عليه، لا ده صمت كأنه بيتنفس، كأن في صوت مخنوق مستخبي جوه الجدران. ولو حصل انك دخلت مكان وتحسيته بيتفرج عليك، اعرف انك مش لوحدك، حتى لو كنت شايف نفسك كده. الموضوع مش خرافة ولا قصة رعب في فيلم. فيه ناس كتير عاشوا اللي هقوله دلوقتي، بس اختاروا يسكتوا علشان متقالش عليهم مجانين. أول علامة، الأصوات اللي ما بيتفسرش ليها تفسير، زي صوت خطوات فوقيك وانت ساكن في الدور الأخير، أو صوت همس جاي من المطبخ وانت قافل الباب بالمفتاح. تاني علامة، الضلمة اللي مش ضلمة عادية، يعني تكون النور مطفي بس في حتة في الأوضة أغمق من باقي المكان، حتة بتحس إنها بتبلع الضوء. تالت علامة، الأحلام اللي بتكرر نفسها، نفس الباب، نفس الطريق، نفس الصريخ، كل مرة تصحى قبل ما تفهم مين كان بيصرخ، وساعات تكتشف إن الحلم ده مش حلمك لوحدك. رابع علامة، الحيوانات بتتصرف بغرابة، القطة بتبص لزاوية فاضية، الكلب يهوهو على الهواء، الطيور تهرب من أوضتك ومترجعش، وكأنهم شايفين حاجة انت مش شايفها. خامس علامة، الوقت اللي بيعدي غلط، تحس الساعة بتمشي بسرعة غريبة، أو تلاقي نفسك نمت 5 دقايق واتحلمت كأنك عديت بساعات، وأحيانا تلاقي الساعة بتقف نفس الرقم كل مرة. سادس علامة، إحساس دايم بوجود حد وراك، مش وهم، مش توتر، ده الإحساس اللي يخلي جلدك يقشعر ومخك يرفض يبص وراك، علشان في صوت داخلي بيقولك ما تبصش. بس خليني أقولك على حاجة، لو حصلت معاك العلامات دي فالموضوع مش بالبساطة اللي متخيلها. انت مش بس في مكان مسكون، انت بقيت جزء من طاقته. الأماكن دي ساعات بتختارك، مش علشان فيها كيان، لكن علشان الكيان ده محتاجك انت، علشان تفضل هناك وتكمل الحكاية اللي اتقطعت من زمان. لو حسيت انك مريت بحاجة شبه كده، اكتب لي في الكومنت حتى لو بكلمة واحدة، علشان يمكن اللي بيشوفك يقرر يظهر. وافتكر دايما، الاشتراك هنا مش بس دعم، ده زي انك بتسيب بصمة في المكان، علشان لما الحكاية تكمل نلاقيك، مش تختفي فجأة زي ناس غيرك.